بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اهلا بحضراتكم في قناه البابا كرولوس وتماف ايرين. الفيديو النهارده احبائي غايه في الاهميه، رجاء محبي لو يهمك ولو ذره واحده بس ان شنوده فاروق فوزي بولس يرجع لاهله تاني، اسمع الفيديو ده بعناية. لو تفتكروا احبائي ويرجع بكم شويه بالذكر مش بعيد للطفل كرولوس اللي اصلا اسمه سيد، اللي لما لقوه تايه وضايع من امه حولوه برضه وخلوه مسلم وسموه سيد. راحوا باعتينه على مين؟ على مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان اللي مديره الأستاذ الباشمهندس محمود وحيد رئيس الدار. وشتان ما بين المهندس محمود وحيد وما بين ابتهال رئيس الدار الأرمان اللي محبوس فيها يا عيني الطفل شنودي. كان ممكن برضه اللي حصل مع شنودي يحصل مع كرولوس هو بالظبط، ويطرمخ المهندس محمود ويوديه الأسرة مسلمة تكفله، وساعتها كان حوالين يا كيكا ولف حوالين نفسك عشان تقدر ترجع الوادي لأهله تاني حتى لو وقفوا على راسهم. وده اللي حاصل، ومش هنخبي راسنا في الرمل، الحقيقي ان احنا ما عارفينش نتلايم على شنودي ولا نرجعه لأبويه، وده برغم ان الحقيقة واضحة زي الشمس. لكن الراجل المصري الأصيل والإنسان بالدرجة الأولى المهندس محمود وحيد رئيس دار معانا لإنقاذ إنسان هو اللي عافر ونكش ودور وبحث لحد ما جمع أهل كرولوس ورجعهم ليه تاني. والراجل صبر عليهم الشهور وشهور وهو مستنيهم وقعد يناشد ويقول يا ولاد هاي تعالوا خدوا الواد صعبان علي وأنا مش عايزة أطلعه، الأسرة تكفله وإنتوا أهله تتحرموا منه ما تقدروش توصلوا له. طب أنا ليه ما أحكي الحكاية دي اللي هي حصلت والكل عارفها؟ أحبائي الكل عارف إن أنا عفوية وصريحة وما أتكلم من جوا قلبي بكل الحق، لأني صعيدية وحقانية وكمان مصوني الجميل وأحطه فوق راسي وعمري مهما عدى عليه الزمن إني أنساه وأتغاضى عنه. واللي حاصل إن الراجل ده في شدة وفي ضيقة ومحتاج رد الجميل، محتاج صوت حق يقف معاه ويتكلم كلمة الحق. في حملة ممنهجة معمولة على مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، واللي ما يديرها ورئيسها هو المهندس محمود وحيد. مين وليه وعايزين ليه يقفلوها له بالضبة والمفتاح هقول لكم دلوقتي. بداية هكلم إعلامنا العقيم اللي عمره ما يقول كلمة الحق ولا يقف مع المظلوم ودايما جاي مع القوي. اتكلموا كلمة الحق لأن الله هو الحق، وقولوا الكلام اللي يرضي ضميركم أمام الله. الباشمهندس محمود أحبائي وجه رسالة للسادة الإعلاميين اللي تناولوا الموضوع بتاعه واللي المشكلة بتاعته هعرضها لكم، وقال إن الموضوع تناولوا الإعلاميين بشكل كبير جدا وعلى رأسهم الإعلام الكبير الأستاذ عمرو أديب. كمل الباشمهندس وقال إنه إحنا يا أستاذ عمرو لما منكلموك في البرنامج عشان تعملوا لنا تنويه للمؤسسة عشان تدعموها أما تطلبوا $500,000 جنيه في 30 سنة. يا نهار اسود كله ده. كمل سيادته وقال إحنا ما نرفض لأن النزلاء اللي عنديني أولى بكل جنيه هيدفع لكم انتوا. وكلم الباشمهندس الأستاذ عمرو أديب وقال له لكن حضرتك تناولت الموضوع في 6 دقايق ببلاش من غير ما تاخد ولا مليم، الموضوع اللي ممكن يهدي المؤسسة ويأثر عليه وعلى كل تبرعاتها إلا ما تساعد الناس إلا ما تورد إليه، واللي حاليا فيه أكتر من 300 نزيل طبعا ما يزيدوا وينقصوا على حسب الحالات. وقال الباشمهندس للأستاذ عمرو أديب إحنا لما نطلب منك تعمل خير أما تطلب مننا $500,000 جنيه، ولكني حابب أوجه لك رسالة تنشر الفيديو اللي أنا وضحت فيه كل حاجة اللي المفروض هو الرأي الآخر وكل حق الرد. طيب هتفهموا كل حاجة من الإعلامية المحترمة إنجي أنور اللي اتكلمت بكل صراحة ووضوح وكلام محترم ومن القلب، وأني معاها في كل اللي قالته. بداية اوعوا تفتكروا ان يهوذا هو عندنا احنا كمسيحيين وبس، لا ده يهوذا ده في كل حته، واي حد هتلاقيه اما يعمل خير وماشي صح هتلاقيه ياخد على بوزه لما يقول يا كفايتك. وبالمختصر المفيد الاستاذه انجي قالت انه في موضوع مزعلها اتنشر على الفيسبوك عن فساد، اتهمت فساد وكلام كتير بخصوص المؤسسه، وقالت انه طبيعي جدا اي مؤسسة تتهم بالفساد ويتحقق فيه، لكن انك تنشر على الفيسبوك وما تروحش تلجأ للحكومة ولا القضاء
يبقى ده موضوع ورا علامة استفهام. وقالت ان الموضوع داته نشر الفيسبوك والتشهير داته عبارة عن انه يلي هتعملوا خير ما تعملوش، ويلي هتتلقوا الخير داته الحنفية اتقفلت عليكم. طب يا اصل الحكاية امين الصندوق، وخلي بالكم ما انا قلت لكم يا هوزة ما صدقتوش. حامد زهران امين الصندوق في مؤسسة معانا لانقاذ انسان، وهو اللي رفع بوست على الفيسبوك اما يتهم صديقه واللي هو اسس معاه المؤسسة من زمان، من يجي 10 سنين، انه هو مفسد في الارض. مش بس كده، طلع ايصاليا ايصال كتب عليه سليم، وايصال كتب عليه انه مزور. الايصالين احبائي صورة طبق الاصل من بعض، والايصالين 2 سلام 100%، لكن انك كاتب عليهم بالقلم الجاف دي يبقى حاجة يعني تمخل للعقل. واتهم صاحبه انه هو ما يسرق من الفلوس بتاعت المؤسسة، ومش بس كده، لا ده كمان جائزة الامارات اللي هي ما دخلتش المؤسسة اصلا راحت فين يا ولاد. وان المهندس زور الدفاتر وزور الايصالات وما مخليش حاجة في الدنيا غلط ما عملهاش في المؤسسة، وان في ناس مندوبين ما يروحوا للمتبرعين ياخدوا الفلوس منهم من غير ما تتحط في حساب المؤسسة. الأستاذة إنجي أكدت إن كل ده اتهامات، وإن في جهات معنيه هي اللي هتحقق فيه، والمفروض إن الأستاذ حاتم كان راح على النيابة الإدارية على طول، وكان راح على الجهات المعنية وبلغ، مش رفع على الفيسبوك. كمان ليها تعقيبيا واتنين أحلى وأجعص من بعض. قالت إن لفت نظري أولا إنه ليه لو حد شاف فساد في أي مؤسسة بدل ما يروح للنيابة أما يروح للفيسبوك. وملاحظة جيدة جدا 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 لما قالت ليه الأستاذ حاتم زهران ابتدى البوست بتاعه بالجملة دي بعد صمت طويل ولأول مرة هتكلم، وأعتقد إنها ممكن تكون آخر مرة أتكلم فيه. طب الأستاذة قالت سؤال يطرح نفسه، صمتك الطويل ديتي يا أستاذ حاتم زهران قبل ما تقرر إنك تتكلم أخيرا ازاي؟ ليه ما تكلمتش عن الفساد الموجود في المؤسسة من الفترة الطويلة اللي انت ما تقول عنها دي؟ ويا ترى ايه اللي خلاك تتكلم في اللحظة دي وفي الوقت دي؟ وقالت ان الاستاذ وحيد رد على الاتهامات دي وقال ان المؤسسة ما تتعرض للتشهير الممنهج. وتساءلت الأستاذة هل الخلافات دي خلافات قديمة بينكم ما بين بعض ملاش دعوة بالمؤسسة، ولا هي بسبب الفساد؟ وأكدت إن الفيصل لا الإعلام ولا حتى جمهور الفيسبوك ولا أي حد، الجهات المعنية بس هي اللي معنية بالموضوع، وهي اللي تقرر إن كان كلام ده صح ولا إن كان كله ادعاءات. والكل يعلم إنه المؤسسات الخيرية دي والجمعيات والملاجئ كلها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. الوزارة نفسها نشرت بيان وقالت إنها على علم بكل الأمور اللي ما تحصل في المؤسسة وعارفة وما تراجع كل الورق بعناية، ولحد الوقت ما طلعتش قرارها النهائي. يعني اللجنة دي هتعمل تقريرها وبعد كده هتطلع القرار النهائي وتعرضه على وزارة التضامن الاجتماعي على الوزيرة نيفين القباج، وفي الآخر هي اللي هتقرر هتعمل ايه وايه الإجراءات اللي هتتخذها. وكده كده الوزارة آخر كل سنة ما تعمل مراجعات لكل المؤسسات والجمعيات والملاجئ وخلافه، سواء ماليا أو اجتماعيا أو إداريا أو أي خطأ يكون فيه. بالإضافة لأن في جهات رقابية أما تشتغل على الملف ديت بتاع مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، يبقى إيه الهدف لنشر اتهامات الفساد على الملأ على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك وعلى كل حاجة إزاي قبل ما وزارة التضامن تاخد قرارها؟ لان محدش يعرف التقارير دي هيكون فيها ايه، محدش يعرف ان الايصالات دي مزورة ولا لا عشان مفيش حد خبير. الهدف كله انه المؤسسة تتهد، وان لا حد يعمل خير ولا حد يتلقى خير وتفضل الدنيا محلك سر. شكرا للأستاذة والإعلامية إنجي أنور على كلامها اللي من جوا عمق القلب اللي كله موضوعي. لكن كله ده تكوم، واللي قاله المهندس محمود كوم تاني خالص. اولا قال ان الموضوع عبارة عن خلافات ما بين صاحب وصاحبه وصلت للمحاكم والحاجات كيدية تانية كتير. وضح الباشمهندس محمود وقال لا يا 20 سنة بعمل خير، وكنا ما نعمل جروبات خيرية وما نجمع من بعض فلوس ونعمل قوافل ونروح نساعد الناس، ومن 10 سنين شاف حد في الشارع وصعب عليه وحاول انه يساعده،
والكل يعلم حالات المشردين في الشارع، والناس اللي ما يبقى عقلها رايح اما يبقى معاهم التعامل صعب كده، واللي الناس فيني اما تبقى ماشية في الشارع اما تخاف وتبعد عنهم، لكن الناس دي اللي زي الباشمهندس محمود اما تروح وتاخدهم بالحضن وتساعدهم وترجع لهم صحتهم وترجع لهم امانهم وتخليهم تحت سقف بيت. وطبعا الناس دي اما تتلقى العلاج والرعاية، وفيهم اللي ما يبقى ليه اهل ويتصلوا باهله وما يرضاش يجي ياخد اللي منه، ما يرضاش يجي يدور عليه ولا يسأل فيه، هو كان اصلا رماه في الشارع ليه لما هيرجعوا ياخدوا. الحقيقة الباشمهندس جاب كلمتين من الاخر، كلمتين فيهم الصميم. قال ان اصعب حالات في حياتك ممكن تشوفها هي حالات المشردين اللي في الشارع، وان النشاط ده اصعب نشاط. يعني اللي عايز يسرق هيختار نشاط سهل، يعني ممكن يجيب له طفلين 3 ويقعد بيهم في دار ويلم عليهم فلوس وهكذا، لكن مش هيختار اصعب حاجة اللي ممكن تعرض حياته وحياة عيلته للعدوى والموت وحضراتكم طبعا فاهمين. قال انه لما بدأ واشتغل ما كانش فيه تراخيص في مصر، وفتح الدار على مسؤوليته الشخصية، وكانت مش مرخصة لمدة 4 سنين، ولكن مش بكيفه لان اصلا ما كانش موجودة لائحة اما تحدد الترخيص، وفضل على كدتي 4 سنين. بعد كدتي طبعا رخص. الفترة اللي قعد فيها بدون ترخيص دي كانت تيجي ناس متطوعين، لكن في النهاية المسؤولية الاولى والاخيرة كانت عليه لوحده. طبيعي اللي دخل حاتم زهران في الرواية والقصة وفي المؤسسة من الأول قال إنه لما جاء ياخد الترخيص كان من ضمن الإجراءات القانونية إنه يحط حد معاه، فحط معاه اسم صاحبه حاتم زهران، وعملوا يهوذا، قصدي مش يهوذا، عملوا أمين الصندوق. ما علينا، الباشمهندس عمل بأصله وقال إن حاتم دتي إنسان كويس ومحترم وكل حاجة، لكن قال إنه ليه ما ليه وعليه ما عليه، لكنه في التعامل مع الحالات أما يقرف خالص، يعني مش ما يفرق عنده كم حالة دخلت كم حالة طلعت إيه اللي حصل ولا أي حاجة، وما كانش يجي ولا يعرف حاجة عن المؤسسة غير كل شهر مرة، ده إذا جا يعني. طب ايه اساس العيطة مع حاتم زهران، ويا اساس المشكلة، ويا اساس الدنيح، ويا اساس البلاغات الكيدية اللي ما يعملها فيه؟ دولة الامارات الشقيقة عاملة مبادرة حلوة قوي اسمها صانع الامل. الجائزة دي اما يدوها لشخص عمل حاجة حلوة قوي اثرت بالايجاب في المجتمع. الجائزة دي كانت ميتة يا ولاد، كانت في 2018، يعني مش الايام دي خالص. الجائزة من 7 سنين، دلوقتي ما يقول له حاتم صرفت فلوسها فين. في ناس خدوا المركز الثاني في جائزة صانع الأمل، اتلقاهم رئيس الوزراء بتاعهم على سلم الطيارة، والغلبان دي فين يوجعك. طيب محمود وحيد خد ايه؟ خد الجائزة، خد اللقب الأول على العالم، يعني كسب المرتبة الأولى. حد سأل فيه؟ لا بأماني، ولا حد دور عليه ولا سمعت عن الموضوع ده إلا دلوقتي. حد دور يا ولاد انه خد شهادة تقدير او درع مثلا؟ لا، دوروا على 5 مليون اللي هي قيمة الجائزة. قيمة الجائزة دي قيمة فردية. ايه اللي حصل؟ انه دولة الامارات والمبادرة حولتها لحسابه الشخصي. يعني حيرتينا، هي الجائزة لمحمود وحيد ولا الجائزة للمؤسسة؟ لا، الجائزة لمحمود وحيد لشخصه والكل الخير اللي عمله. هل نفخر بيه، ندعمه ونقف جنبه، نبص الواحد دايما ما يفكر برا الصندوق؟ لا، اديله من المتنقي خيار لحسن حد يقلده ويعمل حاجة كويسة. طبعا عمك حاتم ما يقول له صرفت الجايزة في ايه، هو دلوقتي اما يقولنا صرف الجايزة في ايه. بداية قال المبلغ ده ما يكفيش المؤسسة اقل من 5 شهور، وجاي تحاسبه بعد 7 سنين بحالهم. ثانيا الجائزة دي هي الوحيدة اللي تحولت لحسابه، لان الناس اللي شغالة في المؤسسات وفي الملاجئ دي حساباتها ما تكون تحت المراقبة وما تتراجع سنويا، مش هو بس لكن اي حد ما يشتغل معه. وكمان هو عمل مؤسسة تاني غير المؤسسة الاولانية، سماها مؤسسة معانا لإنقاذ حياة. طب ليه يا عم مؤسسة تاني وانت هتجوزهم؟ هو ايه يعني، هو العدد في الليمون ولا ايه؟ قال الاول روحوا اسألوا المبادرة والحكومة الاماراتية وكل المعايير واسألوهم وقولوا لهم الفلوس دي اللي انتوا بعتوها وحولتوها للمؤسسة ولا المحمود نفسه. ثم ان الراجل حاصلانة معاه حكاوي هي اللي خلته
يحط الفلوس دي في أعمال الخير شوي ومعظمها يتحط في المؤسسة الجديدة. هتقولي لي ما سألناك وقلنا لك ما يعمل ليها مؤسسة تاني ما ردتيش. أولا المؤسسة شغالة على عموم الجمهورية للمتشردين وقوافل وأبيار مية ووصلات وخلافه، ومشهرة من 2019 داخلين على 4 سنين. طب ليه عملها؟ عشان السيد حاتم امراته كانت شغالة مديرة للكول سنتر، وحاتم امراته مش متيجي خالص خالص ولا حد ما يشوف وشي. ومع ذلك حاتم يقول يا امي هتنزلي لها مرتبها بالكامل هي وبعض المنتفعين من طرفه، يا امي هوريك العين الحمراء. حد يقول وهو قبل ليا وافق ليا على الكلام ديته وما اعترضش. الشيك لما يتمضي عشان يصرف على المؤسسة من علاجه وأكله وشربه ومية ونور وخلافه وكل حاجة وعلاج ومستشفيات وكل اللي يخطر على بالكم لازم يتمضي من شخصيا رئيس مجلس الإدارة اللي هو الباشمهندس محمود، والتاني أمين الصندوق اللي هو الأستاذ حاتم. قم حاتم يعملها يلوي دراعه ويقول له يا هتنزل المرتب بتاع مراتي كامل ما فيهوش مليم ناقص يا إما مش همضي. الباشمهندس قال معايا شهود تثبت ان كديه دراعي ملوي وكديه، اما اتحايل على حاتم كل شهر عشان يمضي على الشيك، وما همهوش اي حاجه ان المؤسسه توقع ولا ان يجرى لها حاجه، وكان يقول لهم اخبطوا دماغكم في اجعص حيطه، والدليل البوست الكيد اللي نزله على الفيسبوك. عشان يخلص من تحكمات حاتم راح عمل المؤسسه الثانيه دي عشان اما يلوي زيك دوت وما يرضاش يمضي على الشيك يجيب فلوس ويجيب حاجات من المؤسسة دي ويصرف على المؤسسة القديمة. الكلام كله مثبت بأوراق وبدلائل جوه دفاتر المؤسسة نفسها. كمان حاجة تانية أثبت بيها الباشمهندس إن الإيصالات دي أصلية ومش مزورة. قال إن محدش يعرف حاجة اسمها أصل الإيصال. طبعا عنده دولاب الباشمهندس محمود مليان إيصالات، آلاف الإيصالات. الإيصالات دي اسمها إيصالات أصلي، واللي فيها أصحاب الفلوس دي مش مترضى تاخد إيصال، فإحقاقا للحق وعشان أمانته المتناهي أما يروح عامل بيها إيصال يختم ويمضي. يعني مش محتاج للهبل ومفيش حاجة اسمها يروح ويزور إيصال، هو ممكن ياخد الفلوس وما يعملش إيصالات أصلا، هيروح ليه ويزور إيصال. وقال إن في حاجة الإيصالات دي لو مضى عليه مرفوض تبقى خلاص المبلغ ديتي اتلغى، يعني ما يرجعش ويتحاسب عليه لو هو حابب يسرق، لكنه محتفظ بكل الإيصالات الأصلية عنده. آلاف الإيصالات اللي مش ملغيه واللي قاعدة بحاله ليه هيضطر إنه يروح ويزور لما ممكن أساسا ما يسجلش المبلغ؟ واللي يفهمك إن الموضوع شخصي بحته ملهوش دعوة بكل الأمور دي، وهم اللي دخلوا الكلام في بعضه إن الأستاذ حاتم وزوجته قال إنه الباشمهندس راح عشان ياخد بيتهم، ياخدها اللي هي يخبيه. فطبعا الكلام ده كله غلط، لأنه أما يساعد اليتامى والمشردين واللي بلا مأوى هيعمل كده ازاي مع بنت صاحبه؟ ده هيحميها بروحه حتى لو كان هيكلفه حياته. ده ممكن لو حد حاول إنه يضايقه ممكن ياكله ويبلعه بلع. وعشان تعرفوا ان كل البلاغات اللي عملها حاتم في كيدي راح بلغ عنه انه كسر الباب بتاع مكتبه قال ايه ودخلوا من غير استئذان. عمل فيه بلاغ والبلاغ اتحفظ، والضابط هناك قال له يا ابني ازاي المكتب يبقى مكتبه والحاجه اللي جوه حاجته والمقر باسمه وما يدخل شيء؟ ازاي يعني برغم انه كانوا هينقلوا الايجار من المكتب ديت المكان تاني، والناس اللي كانت تنقل الحاجه كلها ناس من المؤسسة موظفين لابسين اليونيفورم عادي والدنيا كانت عادة. أكد سيادته إن المشاكل دي ليها بينهم سنة ومجموعة ناس هي اللي ما تحاول تهد المؤسسة، واستخدموا حاتم لما قلب على صاحبه. واللي هيجيب لك الناهي هو الرقابة الإدارية اللي لها 3 شهور عندهم في المؤسسة وهم قاعدين معاهم وهم يراجعوا كل ورقة في المؤسسة، واللي شهدوا بنزاهة المؤسسة وإنها عاملة شغل حلو جدا، وقالوا بلاش نهد كل حاجة حلوة في البلد. الراجل ده ما فيش في مرة اتفتش وراه ولقيوا عليه غلطة يبقى ليه كل الدوشة والشوشرة دي على المؤسسة. اللي ما ينزل في عز البرد يلم المشردين والمرضى ومش ما يفرق معاه لما يلاقي غرفة واحدة بس المريض، أما يفرش كرتونة وينام تحت رجليه.
الراجل ده تلم مشردين مرمية في الأرض فاقدة عقلها وصحتها لا حول لها ولا قوة. الراجل دي ستر بنات وجوزهم وكان السبب في سترهم. الراجل ده أنقذ أطفال منهم إلا ما يبقى ولد يوم مرمي في كرتونة قدام المؤسسة أما ياخده ويرعاه ويحتضنه. والأهم الراجل ده اللي ما فرقش معاه مسلم ولا مسيحي ورجع السيد اللي هو الطفل كورولوس لحضن والديه وفرح قلوبهم بعد فراقهم ليه. الباشمهندس محمود وحيد أسس المؤسسة دي طوبة طوبة وعملها بدموع عينيه، دموع عينيه اللي كانت ملياهي وهو يتكلم بكل حرف قلته لكم. الراجل اللي ما يتكلم بصوت مخنوق وعيون مليانة دموع ما فارقش معاه الفلوس، فارق معاه الإنسانية والقلب الرحيم. إن كان علي أنا معاكم ومدعمك، وعايزة أعرف مين كمان في اللي سمعونا ما يدعموا، وكمان الكل يصلي له من جوا عمق القلب ربنا يفك ضيقته وشدته ويكتر من أمثاله ويبعد عنه الأشرار. أرجو أكون وضحت كل نقطة في النقاط اللي أوردها حضرته في الفيديو بتاعه، وأساهم ولو بحاجة بسيطة جدا جدا في إني أرد جميل الراجل المحترم دي. انتوا كمان أحبائي ادعموه ولايك للفيديو وشيروه على أوسع نطاق وتكتبوا آراءكم في التعليقات. اوعوا تنسوا برضو تكتبوا صلواتكم لأنها مهمة جدا عندي، والفيديو ما يبقاش فيديو إلا لو كتبتوا طلبات الصلاة. ربنا يبارك حياتكم ويستجيب لكل طلباتكم امين. اوعوا تنسوا احبائي تشتركوا في القناه لو لسه ما تسمعوني لاول مره على البابا كرولوس وطماف ايريني، وتفعلوا الجرس على الكل ليصلكم المزيد من الفيديوهات الاجتماعيه والفيديوهات الروحيه والاخبار. ومن جوا قلبي، من جوا اعمق قلبي، يا رب يفرح قلوبكم، يعمر بيوتكم، يحافظ على اولادكم، يوسع ارزاقكم، يديم يا رب محبتنا امين، يبعد عنا وعنكم الشرير والاشرار يا رب امين. ودايما يا رب بيوتكم عمرنا بحسكم وحس عيالكم امين يا رب.